رغم مرور سنوات طويلة على وفاته إلا أن المصريين ارتبطت آذانهم ارتباطا وثيقا بصوته، وما زال يحتل في الوجدان المصري موقعا استثنائيا بين قراء القرآن. صوته الشجي جعل الأقباط يثورون احتجاجا على قرار إبعاده من الإذاعة، وجعل قائد القوات الجوية الكندية يعتنق الإسلام حينما استمع إلى صوته في كندا وتأثر به جدا، فجاء إلى مصر ليبحث عن هذا الصوت الشجي، فعرف أنه يقرأ في مسجد فاضل باشا، فذهب إليه وأعلن إسلامه على يديه، ولم يغادر مصر بعدها. إنه الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت ولد في 9 مايو 1882 في حي المغربلين. الشيخ محمد رفعت وهو عنده سنتين أصيب بمرض في عينه خلاه يفقد البصر في عين، وعينه التانية كانت ضعيفة جدا. إن والده أصر إنه يحفظ القرآن وبعته الكتاب، وفعلا حفظ القرآن كله وهو في سن 7 سنين. توفى والده وهو ما كملش 10 سنين من عمره، وده اللي خلاه في موقع مسؤولية ومجبر على إنه يصرف على إخواته. ومن هنا جت الفكرة إنه يخرج لليالي الذكر والمياتم، وبقى معروف جدا وأصبح مطلوب في كل مكان علشان جمال صوته وصغر سنه وقلة أجره. وزي ما قلنا الشيخ رفعت كان عنده عين ما بيشوفش بيها، وعينه التانية كانت ضعيفة جدا. لكن من سوء حظ الشيخ رفعت انه سنة 1936 كان بيقرا سورة الكهف في مسجد سيدي جابر الشيخ بالاسكندرية، والناس التفت حواليه في الجامع علشان يعانقوه ويقبلوه، وفي وسط الزحمة واحد منهم صبعه جه في عين الشيخ محمد رفعت من غير ما يقصد، فضيع له العين التانية، وفقد البصر تماما بالعين اليمين والعين الشمال. الشيخ رفعت كان بيحب الموسيقى جدا، علشان كده أصر إنه يدرس علشان ينمي مهاراته في التلاوة، وكان بيعزف على العود ببراعة. الشيخ محمد رفعت احترف القراءة والتلاوة لأنه كان موجود في وسط جيل من العمالقة، الشيخ أبو العلا محمد وعبد الحمولي ومحمد عثمان، ودايما كان بيستمتع بالموسيقى بتاعتهم والطرب في الأفراح والسهرات. لما سألوا الشيخ الشعراوي عن محمد رفعت قال: إذا أردت أحكام التلاوة فالشيخ الحسين، وإذا أردت حلاوة الصوت فالشيخ عبد الباسط، وإذا أردت النفس الطويل والفن الرفيع فالشيخ مصطفى إسماعيل، وإذا أردتهم جميعا فالشيخ محمد رفعت. سنة 1934 ألغيت المحطات الأهلية وأنشأت شركة ماركوني الإنجليزية الإذاعة المصرية، وعرض عليه قراءة القرآن في الإذاعة لكنه رفض. ساعتها كان خايف إن الراديو يكون موجود في مكان غير طاهر أثناء القراءة، لكن الشيخ الصملوطي أقنعه إن القراءة في الراديو مش حرام. ولكن ضمير الشيخ ما استريحش لحد ما ذهب إلى الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر، واللي أكد له نفس الشيء وإنه مش حرام، وإن الراديو هيكون وسيلة علشان الدنيا كلها تسمع صوته الجميل. واطمأن قلب الشيخ، وكان أول من رتل القرآن في الإذاعة، وكان بيقرأ مرتين في الأسبوع مساء الثلاث والجمعة. بعد أن أصبح الشيخ محمد رفعت القارئ المفضل للمسلمين في العالم كله، جه مهرجة هندي يعرض عليه إنه يحيي ليالي شهر رمضان في الهند مقابل 100 جنيه في الليلة. في الوقت ده كانت ال 100 جنيه رقم كبير، والشيخ محمد كان بياخد 3 جنيه في الشهر من الإذاعة المصرية. إلا إن الشيخ محمد رفعت رفض، وقال له إن هو مش هيقدر يسيب مصر، وقال بالنص: بإمكان المهراجة أن يأتي بأي شيخ آخر ليحيي له ليالي رمضان، لكن الفقراء هنا من سيفعل لهم هذا. في الوقت ده اضطهدوا مستشار الحكومة الإنجليزية في الإذاعة وكان صديق للمهراج، وكان مضطر الشيخ محمد إنه يسيب الإذاعة. وفي اللحظة دي اشتعلت ثورة الناس: إزاي الشيخ محمد يسيب الإذاعة؟ والغريب في الموضوع إن كتير من الأقباط كان عندهم حالة غضب كبيرة جدا علشان محمد رفعت ساب الإذاعة، فأصدر الملك فاروق قرار بعودته للإذاعة 3 مرات في الأسبوع بدل من مرتين، وإنه يؤذن لصلاة المغرب يوميا في رمضان، وهي العادة اللي فضلت مستمرة لحد وقتنا هذا. سنة 1943 جات الضغوطة للشيخ محمد رفعت. كانت بداية رحلته مع المرض، احتار الأطباء في علاجه. كانت الضغوطة اللي بتجيله دي شديدة جدا، وكانت بتلازمه فترة طويلة بتزيد على ال3 ساعات يوميا، لدرجة إنه راح لكتير من الأطباء وخد كتير من المسكنات، وفي الآخر نصحوه إنه يشرب سوائل بطريقة معينة يمكن تمنع الضغوطة. وكان في الفترة دي بيروح الإذاعة يومين في الأسبوع حتى سنة 1948. اشتد عليه المرض في الوقت ده، واشتدت عليه الضغوطة لدرجة إنها هجمته مرة وهو بيقرأ في الإذاعة، وده اللي ما خلوهوش يروح تاني للإذاعة. كان خايف إن تضيع مكانته كقارئ عظيم ما بين الناس، وإن الناس تنسى تاريخه الكبير. سنة 1949 نشرت مجلة المصور خبر عن مرض الشيخ محمد رفعت، وفي الوقت ده أعلن الأستاذ أحمد الصاوي محمد عن فتح اكتتاب شعبي لعلاج الشيخ وجمع التبرعات، وبالفعل قدروا يجمعوا 50,000 جنيه. لكن الشيخ رفعت لما عرف بالموضوع ده زعل جدا وقال: أنا مستور والحمد لله، ولست في الحالة التي تستوجب جمع هذه المبالغ، وإذا كان على العلاج فالأطباء يعالجونني، ولكنهم لن يستطيعوا وقف هذا المرض ومنعه، كما أن هذه المبالغ أصحابها أولى بها مني. وبعد ما تعب الشيخ محمد، الإذاعة المصرية تجاهلت تسجيلاته بشكل كبير، على الرغم من أنه كان في أشد الحاجة إلى المال للإنفاق على علاجه.
وكانت الإذاعة في الفترة دي بتذيع له تسجيل واحد في الشهر مقابل 5 جنيه. الضغوطة كان ليها أثر سلبي جدا على حالة الشيخ المعنوية والنفسية، وده اللي خليه يحتجب تماما عن القراءة. وبعد صراع مع المرض توفي الشيخ محمد رفعت في 9 مايو 1950 بعد أن وهب حياته في قراءة القرآن الكريم.